بيبدأ المسلسل في زمن قديم، وبيكون العالم في الوقت ده متقسم ل4 ممالك، واللي بيكونوا هم مملكة الأرض ومملكة النار ومملكة الرياح ومملكة الماء. وبنعرف إن ال4 ممالك دول كانوا عايشين بسلام، وده بسبب وجود الشخص الوحيد اللي بيمتلك القدرة على تسخير قوة ال4 ممالك، وبيمنعهم ال4 من الدخول في حرب مع بعض. والشخص ده بيطلق عليه اسم الأفاتار. وبنعرف إن لما الأفاتار بيموت روحه بتتجسد في شخص تاني علشان يكمل المسيرة ويحمي العالم من أي شر. ولكن بعد موت آخر أفاتار اتأخر ظهور الأفاتار الجديد، وعلشان كده سوزان ملك مملكة النار بيستغل الفرصة دي، وبيقرر إن هو يغزو العالم ويتحكم في ال3 ممالك التانيين. ولأن هو بيكون عارف إن الأفاتار هيكون واحد من أهل مملكة الرياح، فبيأمر سوزان قائد الجيش إن هو يغزو مملكة الرياح ويقضي على كل المتحكمين في الرياح. وبكده هيكون قضى على الأفاتار، ومفيش أي حد هيقف في طريقه ويمنعه من غزو باقي الممالك والسيطرة على العالم. وفي الوقت ده في مملكة الرياح بيظهر طفل اسمه أنج، وبيكون أنج عنده قدرة عالية جدا على التحكم في الرياح، وبيكون سابق كل الأطفال اللي في سنه. وبيكون كل سكان المملكة معجبين جدا بأنج وبمهاراته. وبعد ما أنج بيخلص استعراضه وتباهيه، بيكون في اجتماع لمجلس مملكة الرياح، وده لأنهم عرفوا إن الملك سوزان بيستعد للهجوم على الممالك التانية. وبيطلب رئيس المجلس من المعلم جاستو إن هو يصارح أنج بحقيقته ويعرفه إن هو الأفاتار الجديد. ولكن جاستو بيقول إن أنج لسه صغير ومحتاج تدريب أكتر علشان يعرف يستخدم القوة اللي منحتها له الطبيعة. فبيفهموا رئيس المجلس إن هم ما عندهمش وقت، ولازم أنج يعرف قدراته الحقيقية علشان يدافع عن المملكة. فبيضطر جاستو إن هو يتكلم مع أنج وبيعرفه إن هو الأفاتار، وإن هو الشخص الوحيد في العالم اللي يقدر يتحكم في ال4 عناصر ويحمي العالم. وبيقولوا إن الممالك كلها محتاجاله علشان يدافع عنها. فبيستغرب أنج من كلام جاستو وما بيكونش فاهم أي حاجة، وبيقولوا إن هو مش عايز القوة دي. فبيعرفوا جاستو إن هو شخص غير عادي، وبيقولوا إن هو بيمتلك القوة دي علشان يحقق العدالة وينشر الخير بين البشر. وبالليل أنج ما بيعرفش ينام لأنه لسه مش قادر يستوعب كلام جاستو، وبيكون خايف لحسن يفشل في الدفاع عن مملكته. فبيروح له صديقه السور الطائر واللي بيكون اسمه آفا، وبيركب على ظهره وبيطير في الجو علشان يريح أعصابه من التفكير. وفي نفس الوقت ده بيكون الملك سوزان بيستعد بجيشه علشان يهجم على مملكة الرياح. فبيجمع المعلم جاستو كل الأطفال وبيخبيهم جوه المعبد، وبيفضل يدور على أنج ولكنه بيكتشف إن هو مش موجود. وبيقاتل سكان مملكة الرياح بكل الشجاعة وبيدافعوا عن مملكتهم، إلا إن الملك سوزان وجنوده بيكونوا أقوى منهم وبيخلصوا عليهم كلهم. وبعدها الجنود بيقتحموا المعبد وبيقفوا قدامهم جاستو، وبيقدر إن هو يقاومهم. لكن الملك سوزان بيهجم على جاستو بكل قوته. فبيحاول جاستو إن هو يدافع عن نفسه عن المعبد، ولكنه ما بيقدرش يقف قدام قوة سوزان. وفي الوقت ده بيتعرض أنج لعاصفة قوية جدا وبيغرق في البحر. وبعد مرور 100 سنة على الأحداث دي بنكون في قرية في القطب الجنوبي، وبتكون القرية دي تبع مملكة الماء. وبتظهر بنت اسمها كتارا، وبتكون كتارا بتحاول تتحكم في قوتها وتسيطر على المية ولكنها بتفشل. فبيجي أخوها ساكا وبياخدها معاه في القارب علشان يصطادوا سمك. وبيكون واضح إن ساكا مش عايز كتارا تظهر قوتها، وده لأن ملك مملكة النار لو عرف بكده هيكون في خطر على حياتهم، لأن هما بيقتلوا أي حد بيقدر يتحكم في المية. وأثناء ما هما بيتكلموا الجبل بيتهز جامد وبيحصل انفجار كبير جدا وبيخرج منه شعاع وبيوصل للسماء. وبيظهر أنج من جوه الجبل والضوء بيخرج من كل حتة في جسمه، ولكنه بيقع على الأرض وبيفقد الوعي. وفي الوقت ده بنشوف الأمير زوكو حفيد الملك سوزان وابن الملك وزاي ملك مملكة النار الحالي. وبيكون زوكو على سفينته في البحر، وبنعرف إن زوكو بقاله 3 سنين بيدور على الأفاتار اللي اختفى من سنين، وده علشان يقبض على الأفاتار ويرجعه لأبوه ويثبت له إن هو جدير بحكم مملكة النار. وأول ما الأمير زوكو بيشوف شعاع الضوء بيعرف إن الأفاتار اللي بيدور عليه ظهر أخيرا. وفي الوقت ده عند الجبل ساكا وكتارا بياخدوا أنج وبيرجعوا بيه على القرية، وهناك بتشوفوا جدة ساكا وكتارا واللي اسمها جران. وبتعرف إن أنج يبقى واحد من أهل مملكة الرياح، ولكنها بتستغرب إن هو كان محبوس جوه جبل الجليد طول السنين اللي فاتت. وبمجرد ما بيسترد أنج وعيه وبيطير في الجو وبيفضل يدور على أبا وينده عليه. وبيكون ساكا وكتارا مبهورين جدا بقوة أنج وفي نفس الوقت مستغربين. وبعد شوية بيجي أبا وبيجري أنج عليه وبيحضنه وبيعرفوا على ساكا وكتارا. فبعدها بتحكي جران لأنج إن
مملكة الرياح اتدمرت بالكامل من 100 سنة، وده لأن الأفاتار هرب وساب أهله يواجهوا الملك ساوزن لوحدهم، وبعدها الملك ساوزن قدر يغزو العالم كله ويفرض سيطرته عليه. فبينصدم أنج من الكلام ده وبيروح يقعد لوحده وبيكون حزين، فبتروح له كتارا وبتواسيه وبتقوله إن هي كمان خسرت عيلتها، وبتقوله إن من 3 سنين فاتوا جنود مملكة النار هجموا على مملكتها ودمروا المكان وقتلوا عدد كبير من أهلها بما فيهم أمها. وبتقول كتارا إن أبوها خرج بمجموعة من المحاربين لمطاردة جنود مملكة النار، ولكنه اختفى ومرجعش من ساعتها. وبعدها كتارا بتاخد أنج وبيروحوا سوا على مكان بعيد، وهناك بيعرف أنج إن كتارا هي الوحيدة اللي في القرية اللي عندها قوة التحكم في المية، ولكنها مش قادرة تسيطر على قوتها وتتحكم فيها. فبيبدأ أنج يدربها ويعلمها إزاي تستخدم قوتها، وبتنجح كتارا إن هي تتحكم في المية وبتكون مبسوطة جدا. وفجأة بيلاقوا قدامهم سفينة زوكو وبتقرب ناحيتهم، فبيجروا بسرعة وبيعرفوا ساكا باللي حصل. فبيأمر ساكا كل أهل القرية إنهم يجهزوا أسلحتهم علشان يواجهوا جنود مملكة النار. وبتكون كتارا مستغربة من هجوم مملكة النار عليهم، فبتقول لها جيران إن أنج يبقى هو الأفاتار وإن هم جايين يدوروا عليه. وبعدها بيوصل زوكو وبينده على أهل المملكة وبيطلب منهم يسلموا الأفاتار وإلا هيدمر المكان بالكامل. فبيقرر ساكا إن هو يسلم أنج لزوكو علشان يحمي أهل المملكة، لكن كتارا بتمنعه وبتقول إن أنج هو الأمل الأخير ليهم علشان يتخلصوا من شر مملكة النار. فبيقتنع ساكا بكلامها وبيخرج لزوكو وبيطلب منه يقتلوا قائد لقائد، وبيقول إن اللي هيفوز منهم هو اللي هيقرر إيه اللي هيتم. فبيوافق زوكو وبتبدأ المعركة بينهم، وبيقدر زوكو إن هو يسيطر على ساكا وبيوقعه على الأرض، وبيكون زوكو على وشك إن هو يقتل ساكا، ولكن أنج بيتدخل في آخر لحظة وبينقذه من الموت. وبيقف أنج قدام زوكو وبنوده بكل شجاعة وبيطلب منهم يمشوا من المكان فورا، ولكن زوكو وبنوده بيهجموا عليه. فبيستخدم أنج قوته وبيضربهم كلهم، فبيأمر زوكو بنوده بالهجوم على القرية وتدميرها وحرقها. فبيمنعوا أنج وبيقولوا إن هو هيروح معاه في مقابل إن هو يسيب أهل القرية في سلام. فبيوافق زوكو وبياخد أنج على السفينة وبيمشوا، ولكن بعدها ساكا وكتارا بيركبوا على ظهر أبا وبيروحوا ورا أنج علشان ينقذوه. وفي الوقت ده على السفينة بيستخدم أنج قوته وبياخد مفاتيح الزنزانة من الحارس من غير ما يحس، وبيفتح أنج الزنزانة وبيخرج منها، ولكنه بيلاقي مجموعة من الجنود قدامه. فبيستخبى منهم جوه غرفة وبيقفل الباب على نفسه. وبيكتشف أنج إن الغرفة دي تبقى غرفة زوكو، وبيلاقي أنج كتاب عن تاريخ الأفاتار عبر العصور. فبيحتفظ بيه وبيخرج من الغرفة وبيتسلل لسطح السفينة علشان يهرب. فبيشوفوا زوكو بيأمر جنوده بالقبض عليه، لكن أنج بيقدر يهرب منهم وبيطير في الجو بسرعة رهيبة. فبيطلق عليه زوكو كرة من النار وبيقدر إن هو يسوبه وبيوقعه، ولكن في اللحظة دي بيوصل ساكا وكتارا وبينقذوا أنج في آخر لحظة. فبيتعصب زوكو جدا وبيضرب عليهم كرة كبيرة من النار، ولكن كتارا بتستخدم قوتها وبتتصدى ليه. وبتكون كتارا مبسوطة لأن هي أخيرا قدرت تتحكم في قوتها. وبعدها بيطير بيهم أبا فوق السحاب. فبيقول ساكا إن هما مش هينفع يرجعوا على مملكة الماء تاني علشان محدش من أهل القرية يتعرض للخطر. فبياخدهم أنج وبيروحوا على مملكة الرياح، وهناك بينصدم أنج لما بيشوف الدمار اللي تعرضت له المملكة بتاعته، وبيكون حزين جدا وحاسس بالذنب لأنه ما قدرش يدافع عن أهله. وبينهار أنج لما بيشوف جثة المعلم جاستو قدامه، وبيوصل لقمة غضبه وبتخرج من جسمه قوة رهيبة، وبيقرر إن هو ينتقم من مملكة النار. ولكنه بعد شوية بيهدى وغضبه بيقل. وعلى السفينة بيكون زوكو متعصب جدا بسبب هروب أنج، ولكن عمه أيرو بيطلب منه يهدى وبيعرف إن هم هيدوروا على أنج لحد ما يلاقوه. وفي الوقت ده أنج بيفتح كتاب تاريخ الأفاتار، وبيعرف إن الأفاتار كيوشي مدفونة في جزيرة قريبة منهم. وبيكون أنج عايز يروح الجزيرة دي ويزور قبر كيوشي، لأن كيوشي دي كانت هي آخر أفاتار من مملكة الرياح. وبعد كده دي 3 أفاتارات من الممالك التانية، وبعد كده جه أنج. وبيكون أنج عاوز يروح يزورها على أمل إن هو يلاقي حد هناك تساعده علشان يقدر يستخدم قوته كأفاتار. ولكن ساكا بيكون مش موافق إن هو يكمل مع أنج، وبيطلب من كتارا إن هم يرجعوا تاني على قريتهم. وفي اللحظة دي بتتفاجئ كتارا لما بتلاقي في شنطتها رسالة من جدتها، وبيكون مرسوم فيها كل الحركات اللي هي محتاجاها علشان تتعلم إزاي تستخدم قوة المية. فبتقول كتارا لساكا إن الرسالة دي علامة على إنهم لازم يساعدوا أنج وينقذوا العالم سوا. وقبل ما يمشوا بيقرر أنج إن هو يدفن جثة المعلم جاستو الأول. وبيقف أنج قدام قبره وهو حزين، وبيعتذر للمعلم جاستو وبيوعد إن هو هينتقم له من اللي قتلوه. وبعدها كلهم بيركبوا على ظهر أبا وبيطيروا بيهم في طريقهم لجزيرة كيوشي. وأول ما بيوصلوا للجزيرة بيقفوا قدام تمثال الأفاتار كيوشي وهم منبهرين جدا، ولكن فجأة بيهجم عليهم مجموعة من المحاربات وبيحاصروهم. ولكن بيخرج شعاع ضوء من التمثال
بيغطي أنج بالكامل. فبتفهم هنا سوكي قائدة المحاربات دول إن أنج هو الأفاتار الجديد، فبتاخده هو واللي معاه وبتروح بيهم على أمها زعيمة الجزيرة. وهناك الأم بتكون رافضة وجود أنج حتى لو كان هو الأفاتار، ولكن أنج بيقول لها إن هو مش هيسبب لها أي متاعب، وإن هو جاي علشان يعرف معلومات عن الأفاتار كيوشي ويتعلم إزاي يكون هو الأفاتار اللي هيحمل العالم من بعدها. فبتتدخل سوكي وبتتكلم مع أمها وبتقدر تقنعها إن أنج يقرأ الكتب اللي بتحكي عن تاريخ الأفاتار كيوشي، وإدى إن هم من واجبهم إنهم يساعدوا الأفاتار. فبتقتنع الأم بكلام سوكي وبتوافق إن هي تستضيف أنج واللي معاه لمدة يومين بس. وبيجي الليل وأيرو وزوكو بيوصلوا للمينا، واللي يعتبر هو نقطة مراقبة لكل المناطق اللي حواليهم، وده معناه إن هم هيقدروا يعرفوا كل تحركات أنج واللي معاه بكل سهولة. فبيروحوا يقابلوا القائد شاو وبيطلب منه زوكو تقرير المراقبة. بيقولوا شاو ان التقرير هيكون جاهز تاني يوم وهو هيقدمه له بنفسه. وبيظهر ان شاو مستغرب من طلب زوكو لتقرير المراقبة، وعلشان كده بيراجعه بنفسه. وبيكتشف ان أنج واللي معاه راحوا على جزيرة الافاتار كيوشي، فبيقرر ان هو يروح على هناك علشان يقبض على أنج ويسلمه لملك مملكة النار وينسب الانجاز لنفسه. وتاني يوم بيتفاجئ زوكو ان القائد شاو مش موجود في المينا، وبيعرف من واحد من العمال ان شاو اتحرك بكل قواته على جزيرة كيوشي. فبيفهم زوكو ان شاو عاوز يقبض على الافاتار قبل منه، فبيرجع على سفينته بسرعه وبيتحرك ورا شاو علشان يحصله. وفي الوقت ده كيتارا وأنج بيكونوا في المعبد وبيدوروا في الكتب على اي معلومه تساعد أنج ان هو يعرف يتحكم في قوه الافاتار. وبتوصل كيتارا لمعلومه مهمه جدا، وهي ان كل الافاتار اللي سبقوا أنج موجودين جواه هو شخصيا، وعلشان يتعلم ازاي يحمي العالم لازم يتواصل معاهم. فبيخرج أنج وبيقعد قدام المعبد وبيركز جدا لحد ما بيدخل في حاله اسمها حالة الأفاتار. وفجأة بيلاقي نفسه قدام الأفاتار كيوشي، فبيطلب منها إن هي تساعده علشان يقدر ينقذ العالم. فبتقول له كيوشي إن هو لازم يتعلم إزاي يستخدم قوة الرياح وقوة النار وقوة الصخور وكمان قوة المية، وده علشان يكتسب القوة المطلقة اللي هيقدر يسيطر بيها على العالم كله. وفي الوقت ده بيوصل شاو وجنوده للجزيرة، وبتكون زعيمة الجزيرة في انتظارهم هي وبنتها سوكي. وبيقول شاو لزعيمة الجزيرة إن هو عنده معلومات إن الأفاتار موجود على الجزيرة. فبتنكر زعيمة الجزيرة الكلام ده، ولكن شاو ما بيصدقهاش وبيأمر جنوده يفتشوا الجزيرة كلها. ففي اللحظة دي زعيمة الجزيرة والمحاربات بيهجموا على الجنود وبيدخلوا معاهم في معركة قوية، ولكن جنود مملكة النار بيكونوا أقوياء وبيكونوا على وشك إن هم يخلصوا عن المحاربات. وفي الوقت ده كيتارا بتشوف سفينة زوكو على الشاطئ، فبتحاول إن هي تفوق أنج من حالة الأفاتار اللي هو دخل فيها، لكنها بتفشل. فبتجري بسرعة وبتقف قدام زوكو وجنوده وبتستخدم قوتها وبتحاول إن هي تمنعهم من دخول الجزيرة، ولكن زوكو بيقدر يغلبها بقوة النار وبيوقعها على الأرض وبيكون على وشك إن هو يقتلها. ولكن فجأة بتظهر الأفاتار كيوشي وبتضرب زوكو وبتبعده عن كيتارا، وبعدها بتروح للناحية التانية من الجزيرة وبتستخدم قوتها وبتهجم على شاو وجنوده. فبيترعبوا منها ومحدش فيهم بيقدر يقف قدامها، فبيأمر شاو وجنوده بالانسحاب فورا قبل ما كيوشي تخلص عليهم كلهم. وبعدها كيوشي بتخرج من جسم أنج وبيرجع أنج لطبيعته تاني، وبيقف أنج قدام زعيمة الجزيرة وبيعتذر لها عن الدمار اللي حصل بسببه. ولكن أنج بيتفاجئ لما بيلاقي زعيمة الجزيرة بتشكره لأن وجوده رجع ليهم الثقة في نفسهم من تاني، وبتقوله إن هو لازم يهرب لأن جنود مملكة النار مش هيستسلموا وهيرجعوا يدوروا عليه من تاني. فبيشكرها أنج لأن هي استضافته على الجزيرة. فبتشكره زعيمة الجزيرة وأهل الجزيرة لأن هو رجع لهم الأمل تاني في إن هم يتخلصوا من شر مملكة النار. وبعدها بيركب أنج وساكا وكيتارا على ظهر آبا وبيطير بيهم آبا، وكل أهل الجزيرة بيكونوا وراهم وبيودعوهم. وبيقول أنج لساكا وكيتارا إن كيوشي قالت له إن هو يقدر يستخدم روح أي أفاتار من اللي سبقوه، ولكن لما يكون قريب من قبره. ده غير إن هي قالت له إن هو لازم يتجه لقبيلة المياه الشمالية لأن في خطر كبير هيحصل هناك ومحدش هيقدر يوقفه غيره. وبالليل بيعرض زوكو على شاو إن هو ينضم لقواته، وده علشان يضمن إن محدش غيرهم هيعرف بوجود الأفاتار. فبيوافق شاو وبيوعد زوكو ان هو هيكون جندي مخلص ليه، ولكن شاو بيعمل عكس الكلام اللي هو قاله وبيبعت رسالة للملك أوزاي وبيعرفه بظهور الافاتار. فبيتبسط الملك أوزاي بالرسالة وبيوريها لبنته الأميرة أزولا، واللي بتبين قدام أبوها ان هي مبسوطة بالخبر ده، ولكن في الحقيقة بتكون غيرانة من أخوها زوكو لأن زوكو لو قبض على الافاتار هيكون أحق منها بعرش مملكة النار من بعد أبوها. فبتبعت أزولا رسالة لشاو وبتطلب منه يعرفها بكل اللي بيحصل مع أخوها
أخوها في مقابل إن هي هتعينه في منصب كبير في المملكة. وفي الوقت ده أنج وساكا وكيتارا بيشوفوا قدامهم مدينة اسمها أوماشو واللي بتكون هي عاصمة مملكة الأرض. فبيقرر أنج إن هو يزور المدينة لأن هي مدينة جميلة جدا، وهو كان بيزورها دايما مع المعلم جاستو، ولكنهم بيتفاجئوا إن الحراس مش بيسمحوا لأي شخص غريب إن هو يدخل المدينة. فبيشوفهم ولد من سكان المدينة اسمه جيت وبيقرر إن هو يساعدهم وبيديهم هدوم علشان يلبسوها ويبقوا زي أهل المدينة. وبعدها بيركبوا مع عربيته وبيقدر إن هو يعدي بيهم من البوابة. وأول ما بيدخلوا للمدينة بيشوف أنج شخص بيطير في السماء، فبيفتكر إن هو يبقى واحد من أهل مملكة الرياح، فبيجري وراه وهو مبسوط لأنه أخيرا لقى حد من أهل مملكته. ولكنه بيكتشف إن هو مجرد طفل قاعد اسمه تيو بيستخدم طيارة شراعية. ولكن قبل ما أنج يتعرف عليه بيحصل انفجار كبير وبيسبب انتشار للنار والدخان في كل مكان. فبيستخدم أنج قدرته على التحكم في الرياح وبيبعد الدخان عن المكان، وبتساعده كيتارا وبتستخدم قوتها وبتوجه المية ناحية النار وبتطفيها. وبيجي سي أبو تيو وبيشكر كيتارا واللي معاها علشان أنقذوا ابنه وبياخدهم معاه على بيته. وهناك بيعرفوا إن سي بيشتغل ميكانيكي وهو اللي اخترع لابنه الطيارة الشراعية. وبيتفاجئ أنج لما بيعرف إن السبب في الانفجار هم جواسيس مملكة النار المنتشرين في المدينة، وده على الرغم من الحراسة الشديدة اللي حوالين المدينة، إلا إن جواسيس مملكة النار بيقدروا يتسللوا للمدينة من غير ما حد يشوفهم. وبيعملوا عمليات تخريب كتيرة في المدينة علشان يجبروا أهلها إن هم يستسلموا لمملكة النار. فبيقرر أنج إن هو يساعد أهل المدينة، وبيقول لسي إن هو الأفاتار وبيسأل عن المكان اللي بيستخبى فيه جواسيس مملكة النار. فبيرفض سي إن هو يجاوبه لأن هو عاوز يعيش بأمان هو وابنه، خصوصا بعد ما مراته ماتت في الحرب. لكن تيو بيقرر إن هو يساعد أنج وبيقول له إن هو يعرف المكان اللي بيستخبى فيه الجواسيس. وبعدها أنج وتيو بيركبوا الطيارات الشراعية وبيروحوا على كهف في الجبل، وهناك بيلاقوا المادة المتفجرة اللي بيستخدمها الجواسيس في التفجير. ولكن أنج بيلاقي هدوم زي اللي أخدوها من جيت علشان يدخلوا المدينة. فبيفهم أنج إن جيت هو اللي ورا عمليات التفجير اللي بتحصل في المدينة. وفي الوقت ده شاو بيبلغ زوكو إن تحرياته بتقول إن أنج واللي معاه موجودين في مدينة أوماشو. فبيقرر زوكو إن هو ياخد عمه ويروحوا على هناك علشان يقبضوا على أنج. وبيرفض زوكو إن هو ياخد شاو معاه لأن هو مش واثق فيه. وفي المدينة كيتارا بتشوف سي وهو بيدي رسالة لواحد من جواسيس مملكة النار، فبتحاول إن هي تمشي وراه. وبيظهر جيت فجأة وبيشدها وبيطلب منها تستخبى، وبعدها بياخدها وبيروح ورا الجاسوس علشان يلحقوه قبل ما يوصل الرسالة اللي خدها من سي. ولكن الجاسوس بيكون عارف إن هما مراقبينه وبيحصرهم هو ومجموعة من زمايله وبيدخلوا معاهم في قتال قوي جدا. ولكن فجأة بيظهر زمايل جيت واحد ورا التاني وبيضربوا الجاسوس واللي معاه وبيفقدوه من الوعي. وبعدها جيت بياخد كيتارا على مكان سري في الغابة وبيقول لها إن المكان ده هو مقر مجموعة المحاربين اللي هو يبقى قائدهم. وبتعرف كيتارا إن كل أعضاء المجموعة خسروا أهلهم في الحرب ضد مملكة النار، وإن هم بيدافعوا عن المدينة وعن مملكة الأرض بالكامل، وده لأن ملك مملكة الأرض ضعيف ومش قادر يدافع عن المملكة. وفي الوقت ده بيوصل أنجل بيت سي وبيقول لساكا إن جيت هو السبب في التفجيرات اللي بتحصل في المدينة. وبتوصل كيتارا وبتقول لهم إن هي عرفت إن سي بيشتغل جاسوس لمملكة النار، وإن جيت يبقى هو زعيم المقاومة اللي عايزين يحرروا المدينة. فبيقول لها ساكا إن سي مش هو الجاسوس، وإن هو بيدي معلومات غلط لمملكة النار عن الأسلحة اللي هو بيخترعها لجيش مملكة الأرض. وبيقول لها إن سي اخترع سلاح جديد وراح علشان يسلمه للملك. وبيقول لها إن جيت يبقى هو السبب في التفجيرات اللي بتقتل ناس كتير من أهل المدينة. لكن كيتارا ما بتصدقوش وبتخرج من البيت علشان تقابل جيت وتعرفه إن سي هيسلم سلاح جديد للملك. وبتتفاجئ كيتارا لما بتقابل جيت إن هو بيطلب منها تمشي من المكان لأن هيحصل تفجير كبير. وبتشوف كيتارا زمايل جيت وهم بيبدلوا شنطة سي بشنطة فيها المادة المتفجرة، وده علشان يفجروها لما سي يقابل الملك. فبتنصدم كيتارا وبتقول لجيت إن في ناس أبرياء هيموتوا بسبب التفجير. فبيقول لها جيت إن هو ده تمن الحرية اللي هم لازم يدفعوه. فبتقول له كيتارا إن هي انخدعت فيه وبتسيبه وبتمشي. وبيشوفها زوكو اللي بيكون وصل للمدينة هو وعمه ايرو. فبيقرر زوكو إن هو يمشي ورا كيتارا علشان يوصل لمكان أنج. وبتوصل كيتارا عند أنج وساكا وبتبلغهم باللي بيحصل. فبيخرجوا كلهم علشان ينقذوا ساي، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا زوكو قدامهم. فبيطلب أنج من ساكا وكيتارا إن هم يروحوا يكملوا مهمتهم وهو هيهتم بأمر زوكو. وبعدها بيشتبك أنج مع زوكو في معركة شرسة جدا. وبتجري كيتارا وساكا ورا ساي اللي بيكون قرب جدا من الملك. وبيشوفوا واحد من زمايل جيت وهو بيستعد علشان يضرب سهم مشتعل على شنطة ساي ويفجرها. ولكن كيتارا بتستخدم قوتها في التحكم في الماء وبتقدر إن هي تطفي النار قبل ما السهم يسيب شنطة ساي. وبكده
كده بتكون كيتارا أنقذت سي والملك وعدد كبير من أهل المدينة. وفي الوقت ده أنج بيقدر يضرب زوكو وبيوقعه على الأرض، فبيتعصب زوكو وبيستخدم قوة النار علشان يقتل أنج، وده بيسبب ذعر وخوف شديد لأهل المدينة. وبيوصل عدد كبير من الجنود وبينتشروا في كل مكان وبيفضلوا يدوروا على الشخص اللي بيستخدم النار. وفي اللحظة دي بيقرر ايرو ان هو يضحي بنفسه علشان ينقذ زوكو، وبيستخدم ايرو قوة النار علشان يلفت انظار الجنود ويدي فرصة لزوكو ان هو يهرب. وفعلا بيتم القبض على ايرو وبيهرب زوكو من المدينة. وفي اللحظة دي انج بيستخدم قوته وبيطفي النار اللي تسبب فيها زوكو، ولكنه بيتفاجئ ان الجنود بيقبضوا عليه هو كمان. وفي اللحظة دي بتجري كيتارا وبتروح على بيت ساي وبتقول لساكا ان الجنود اخدوا انج على سجن القصر الملكي، فبيطلب ساكا من ساي ان هو يشوف طريقة علشان يتسللوا لسجن القصر الملكي. فبيقول له سي ان الطريقة الوحيدة هي الانفاق، ولكنها خطر جدا لان هي انفاق قديمة وممكن تنهار عليهم. فبتقول له كيتارا ان هما ما عندهمش اختيار تاني. وتاني يوم بيتحرك ساكا وكيتارا في طريقهم لانقاذ انج، وفي نفس الوقت ده بيتم نقل ايرو لمعسكر اشغال سري في الغابة. اما انج فبيعرف ان الملك هيقابله بنفسه، وبيتفاجئ انج لما بيلاقي الملك هو صديقه بومي. وبيكون انج مستغرب ان بومي لسه عايش مع ان عمره اكتر من 100 سنة. فبيقول له بومي ان هو بيتبع نظام غذائي معين وبيحافظ على صحته وبيلعب رياضة. وبيظهر ان بومي متضايق من انج لان هو تخلى عن اهله وسابهم يواجهوا الموت، وعلشان كده بومي بيحط انج في اختبار صعب وبيطلب منه يثبت اذا كان هو فعلا الافاتار اللي هينقذ العالم. وبيستخدم بومي قوته في التحكم في عنصر الارض وبيوقع صخرة على انج، فبيستخدم انج قوته وبيوقف الصخرة قبل ما تقع عليه. وبيتفاجئ انج ان بومي بيوقع صخرة على نفسه، فبيوجه انج جزء من قوته وبيوقف الصخرة قبل ما تقع على بومي. فبيقول بومي لانج ان هو لو عاوز ينقذ البشرية فعلا لازم يكون قاسي ويتحمل ان هو يضحي بصديقه. فبيرفض انج كلام بومي وبيقول له ان هو مستحيل يعمل كده. وفي الوقت ده بيكون زوكو بيتتبع اثر عمه ايرو لحد ما بيوصل للمكان اللي هو فيه، وبيهجم زوكو على الجنود وبيقدر ان هو يحرر عمه من قيوده. وبعدها بيشتبكوا هما الاتنين في قتال مع الجنود وبيخلصوا عليهم، ولكن ايرو بيتصاب اثناء القتال وبيساعدوا زوكو علشان يهربوا من المكان. وفي القصر انج بيقاوم الصخور بكل قوته وبيكون على وشك ان هو ينهار. وفجأة بيجي ساكا وكيتارا وبيساعدوا انج وبينقذوه وبومي من تحت الصخور. فبيتضايق بومي وبيقول لانج ان هو بيستعين باصدقائه وان المفروض ان هو يعتمد على نفسه بس. فبيقول له انج ان هو مش هيقدر ينقذ العالم الا بمساعدة اصدقائه. وبيدي انج لبومي التمثال الصغير اللي هو اخده منه زمان. فبيفهم هنا بومي ان قوة الصداقة هي اللي هتساعد انج علشان ينقذ العالم. وبعدها بومي بيودع انج هو واصحابه وبيتمنى له التوفيق في رحلته. واثناء ما هما بيتكلموا بيجي واحد من الجنود وبيقول له بومي ان قوات مملكة النار بيستعدوا للهجوم عليهم. فبيقرر انج ان هو يفضل مع بومي علشان يساعده في الحرب، لكن بومي بيعرف ان هما مستعدين كويس جدا، وده بفضل سي اللي قدر يخدع جواسيس مملكة النار طول الفترة اللي فاتت. وبيجي الليل وبيوصل زوكو وايرو لقارب صغير في البحر وبيركبوه علشان يرجعوا لسفينتهم. وبيشوف زوكو أبا وهو بيطير في السماء وبيفهم ان انج رايح على مكان تاني. والتاني يوم انج وساكا وكيتارا بيوصلوا المكان علشان يستريحوا فيه، ولكنهم بيتفاجئوا ان المكان ده تحت سيطرة مملكة النار وبيهجم عليهم مجموعة من جنود مملكة النار وبيطاردوهم. لكن انج واصحابه بيجروا منهم وبيركبوا على ظهر أبا وبيطير بيهم وبيهربوا من المكان بسرعة. وبعدها بيعدوا من فوق غابة محروقة بتكون قريبة من حدود مملكة النار. فبينزلوا للغابة وبيحس انج بالذنب وبيلوم نفسه على كل اللي بيحصل، وده لان هو الافاتار والمفروض ان هو كان يحمي النباتات والحيوانات من الموت. فبتقرب منه كيتارا وبتخفف عنه وبتقول له ان هو لما هيهزم مملكة النار هترجع كل حاجة لطبيعتها تاني. وفي اللحظة دي ساكا بيلاقي بنت صغيرة مستخبية ورا شجرة، فبيحاول ان هو يتكلم معاها ويطمنها ولكنها بتخاف منه وبتجري. فبيروح ساكا واصحابه وراها وبيلاقوها وصلت لقرية قريبة من الغابة، وهناك بيكون ابو البنت خايف منهم لانه فاكر ان هما من مملكة النار. لكن انج بيطمنه وبيقول ان هما مش من مملكة النار وان هو جاي علشان يساعدهم. وبيسألوا انج عن اللي حصل في الغابة، فبيقول له ابو البنت دي ان جنود مملكة النار هما اللي حرقوا الغابة علشان يعملوا طريق يوصلوا بيه للجبل. وبيقول له ان بعد ما الغابة اتحرقت المحاصيل ماتت والحيوانات اختفت تماما من الغابة، وعلشان كده خرجت مجموعة من شباب القرية للغابة علشان يجيبوا اكل لاهلهم، ولكنهم اختفوا وما رجعوش تاني. فبيقرر انج ان هو يدخل للغابة على امل ان هو يقدر يلاقي الشباب دول ويرجعهم تاني للقرية بتاعتهم. فبيبدأ انج وساكا وكيتارا رحلتهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان بيكون فيه تماثيل خشب لكل الحيوانات.
وبيكون ساكا وكيتارا مستغربين من اللي بيشوفوه، فبيقول لهم أنج إن المكان ده هو ضريح روح الغابة، وبيقول لهم إن عالم الروح متصل دايما بالعالم الطبيعي، ولكن بيكون في حاجز بيمنع التواصل بين العالمين، وإن الحرائق اللي حصلت في الغابة خلت الحاجز ده يختفي، وبما إن هو الأفاتار فهو الوحيد اللي هيقدر يدخل جوه عالم الأرواح وينقذ كل اللي موجودين فيه. فبعدها بيقعد أنج قدام تمثال دب ضخم وبيبدأ في التركيز وتسخير طاقته للانتقال لعالم الأرواح، وبيقدر أنج إن هو ينتقل لعالم الأرواح فعلا، وبيتفاجئ ساكا وكيتارا إن هما بيتنقلوا مع العالم الأرواح، وبعدها بيلاقوا نفسهم قدام بومة كبيرة، وبتعرف نفسها لأنج بإن هي روح المعرفة، وبتقول لبومة لأنج إن هو الوحيد اللي هيفهم كلامها لأن هو الأفاتار. فبيقول لها أنج إن هو بيدور على أهل القرية علشان يرجعهم للعالم الطبيعي تاني، فبتقول له البومة إن في شخص موجود في الكوخ اللي في آخر الغابة، والشخص ده هو الوحيد اللي ممكن يساعده. فبيشكرها أنج وبيكمل في طريقه هو وأصحابه. وفي الوقت ده زوكو بيقابل واحدة من المرتزقة اسمها جين، وبتكون شغالة صائدة جوائز، فبيطلب منها زوكو إن هي تدور على أنج وتقبض عليه، وده في مقابل إن هو هيدفع لها مبلغ كبير جدا وهي بتوافق. وبنرجع لأنج وأصحابه اللي بيكونوا في طريقهم للكوخ اللي في آخر الغابة، وفجأة بيهجم عليهم وحش مخيف جدا وكلهم بيجروا منه، ولكن الوحش بيطلع من بقه ضباب كثيف جدا، وبسببه أنج وأصحابه بيتوهوا عن بعض، وبيتضح إن الضباب ده بيخليهم يشوفوا أسوأ ذكرياتهم. فبتشوف كيتارا نفسها في اليوم اللي أمها ماتت فيه، وفي وقتها أم كيتارا خبت بنتها من جنود مملكة النار علشان تحميها، فبتحاول كيتارا إن هي تستخدم قوتها في التحكم في الماء علشان تدافع عن أمها، ولكنها بتفشل، وبيكتشف الجندي وجودها وبيدور عليها في كل مكان، فبتهجم الأم على الجندي علشان تلفت انتباهه ليها وتنقذ بنتها، فبيضربها الجندي ده وبيموتها في ساعتها. فبتفهم كيتارا إن هي كانت السبب في موت أمها، وده بيسبب لها إحساس بالذنب شديد، وبيروح لساكا اللي بيفتكر ذكرى ليه مع أبوه، ولكنه بيكتشف إن أبوه ما كانش واثق إن ساكا هيكون هو خليفته في قيادة المملكة من بعده، وساعتها بيحس ساكا بالإحباط وبيفقد ثقته بنفسه. وفي اللحظة دي أنج بيلاقي مملكة الرياح قدامه، فبيفرح جدا لأن هي رجعت لطبيعتها زي زمان، لكنه بيفهم بسرعة إن دي مش حقيقة وإن هي مجرد تهيؤات، فبيتجاهلها وبيكمل في طريقه لحد ما بيلاقي نفسه قدام وحش مخيف اسمه كوهو، وبيعرف أنج إن كوهو سيطر على ساكا وكيتارا وكمان أهل القرية اللي دخلوا الغابة من قبلهم، وده من خلال ذكرياتهم المؤلمة، وإن هو بيحتفظ بيهم عنده علشان يتغذى عليهم. فبيترعب أنج وبيطلب منه يحررهم كلهم، لكن كوهو بيطلب منه يرجع له الحاجة اللي سرقها منه الأفاتار اللي قبله، وبعدها هيحرر كل الأشخاص اللي هو حابسهم. فبيسيبوا أنج وبيجري على الكوخ اللي قالت عليه البومة، وبيتفاجئ أنج لما بيوصل للكوخ لأنه بيلاقي المعلم داستو، فبيجري عليه وبيحضنه وبيعتذر له لأنه ما كانش موجود لما هجمت عليهم مملكة النار. فبيقول له جاستو إن هو لو كان موجود وقتها ما كانش هيقدر يساعدهم، وده لأن هو ما كانش لسه بيعرف يستخدم قوة الأفاتار وكان هيموت زيهم، ولكن هو دلوقتي بيكتسب خبرات ومهارات هتساعده علشان يقدر يكون هو الأفاتار اللي هينقذ العالم. فبينبسط أنج لأن هو اتخلص من إحساسه بالذنب ناحية أهله، وبيقول لجاستو إن هو عاوز ينقذ أصحابه ويحررهم من سيطرة كوهو. فبيعرفوا جاستو إن كوهو وحش خطير جدا وإن هو مش هيقدر عليه لوحده، وبيقول له إن الأفاتار روكو هو اللي هيساعده، وده لأن هو الأفاتار الوحيد اللي قدر يهزم هوكو، ولكن المشكلة إن الأفاتار روكو مدفون في معبد في مملكة النار. فبيقول له أنج إن هو ما عندوش اختيار تاني وإن هو لازم يروح على هناك علشان يطلب المساعدة من روكو وينقذ أصحابه. وبعدها أنج بيودع جاستو وبيشكره على مساعدته وبيبدأ رحلته لمعبد روكو. وفي الوقت ده بيكون زوكو على سفينته وبيتفاجئ إن الضابط اللي اسمه جي بيرفض ينفذ أوامره، فبيستغرب زوكو من اللي بيحصل وبيكون على وشك إن هو يعاقب جي، لكن شاو بيدخل عليهم وبيقول له زوكو إن هو تم ترقيته ومن اللحظة دي هو قائد كل الجنود، وبيدي شاو لزوكو الرسالة اللي فيها أمر من الملك أوزاي بكده. وبنعرف هنا إن شاو كان بيبلغ أزولا أخت زوكو بكل حاجة بتحصل، وعلشان كده هي نفذت وعدها ليه وأقنعت أبوها إن الملك يرقيه، ولكن زوكو بينصدم من الخبر وبيسيب المكان وبيمشي. وبنروح لأنج اللي بيوصل لمعبد الأفاتار روكو وبيقابل كهنة المعبد وبيعرفهم إن هو الأفاتار وإن هو جاي علشان يتواصل مع روكو ويطلب منه المساعدة، ولكن أنج بيتفاجئ إن الكهنة بيهاجموه علشان يقبضوا عليه ويسلموه للملك أوزاي، ولكن بيظهر فجأة واحد اسمه شايو وبينقذ أنج وبياخده وبيروح بيه على ضريح الأفاتار روكو. وبيقول شايو لأنج إن الملك أوزاي سيطر على عقول الكهنة وخلاهم يعتقدوا إن هو اللي هيقدر يحقق السلام في العالم لما يخلي الممالك الأربعة تحت سيطرته. فبيقولوا أنج إن هو محتاج وقت علشان يتواصل مع روكو
زوكو، وبيقولوا شايو إن هو هيخرج للكهنة ويعطلهم لحد ما يخلص هو مهمته. وأول ما بيخرج شايو بيقعد أنج وبيستجمع كل تركيزه وبيدخل في حالة الأفاتار، وبعدها بيلاقي روكو قدامه، فبيطلب أنج من روكو إن هو يقول له على الطريقة اللي هيقدر يهزم بيها الوحش كوهو. فبيقول له روكو إن كوهو وحش قوي جدا وما فيش أي أفاتار يقدر يواجهه، وبيعرف أنج إن روكو ما هزمش كوهو ولكنه سرق التمثال المقدس اللي كوهو ورثه عن أمه. وبيقول روكو لأنج إن هو يقدر ياخد التمثال من المعبد ويسلمه لكوهو، وبكده هو هيقدر ينقذ أصحابه. فبيشكروا أنج على مساعدته ليه، وبيخرج من حالة الأفاتار وبياخد التمثال وبيخرج من الضريح علشان يمشي. ولكن أنج بيتفاجئ إن شاي وكل الكهنة واقعين على الأرض ومغمى عليهم، وفجأة بتظهر جين وبتهجم على أنج وبتفقد الوعي وبتقبض عليه. وبعد شوية وقت بيفوق أنج وبيلاقي نفسه قدام جين في الكهف، وبيوصل زوكو وعمه ايرو وبيدوا فلوس لجين وبياخدوا أنج وبيمشوا. فبعدها بيطلب أنج من زوكو إن هو يحرره علشان يروح ينقذ أصحابه، ولكن طبعا زوكو بيرفض. ولكن فجأة بيظهر شاو وبيحاصرهم وبيطلب من زوكو إن هو يسلمه أنج، فبيرفض زوكو لأنه عارف إن شاو عاوز يسرق مجهوده ويبان قدام الملك إن هو اللي قبض على الأفاتار. وبيستعد زوكو علشان يهجم على شاو ويقتله، لكن ايرو بيمنعه وبيفهمه إن هم مش هيقدروا يواجهوا شاو وقواته. فبيقتنع زوكو بكلام ايرو وبيضطر إن هو يسلم أنج لشاو. وبيجي الليل وبيكون أنج في سجن المعسكر الخاص بقوات مملكة النار، وفجأة بيظهر شخص مقنع قدام المعسكر وبيقدر يستخبى في عربية الأكل ويدخل المعسكر من غير ما حد من الجنود يشوفه. وبيتحرك الشخص ده بخفة ومهارة وبيوصل لزنزانة أنج وبيهجم على الحرس وبيخلص عليهم، وبعدها بيحرر أنج من قيوده وبياخدوا وبيهربوا بسرعة من المكان. ولكن الجنود بيشوفوهم وبيهجموا عليهم، وبيدخل أنج والشخص المقنع في قتال عنيف مع الجنود. ولكن الجنود بيكون عددهم كبير جدا وبيحاصروهم عند بوابة المعسكر. وبيجي شاو وبيطلب من الجنود ما يقتلوش أنج لأن هو عاوزه حي، فبيستغل الشخص المقنع الفرصة وبيحط السيف على رقبة أنج وبيطلب من شاو إن هو يفتح البوابة وإلا هيقتل أنج. فبيأمر شاو جنوده إن هم يفتحوا البوابة وبيسمح للشخص المقنع إن هو يخرج من المعسكر. وبعدها بيطلع شاو فوق السور وبيطلب من واحد من الرماة إن هو يقتل الشخص المقنع، ولكن السهم بيجي في القناع وبيقع الشخص المقنع على الأرض وبيفقد الوعي. فبيستخدم أنج قوته وبيعمل سحابة كبيرة من الضباب علشان يحجب الرؤية عن الجنود، وبيشيل أنج القناع من على وش الشخص المقنع وبيتفتي إن الشخص ده هو زوكو. فبياخدوا أنج وبيهرب بيه بسرعة قبل ما الجنود يقبضوا عليهم. وبعدها بيفوق زوكو وبيلاقي نفسه في القارب، وبيتفاجئ زوكو لما بيعرف إن أنج هو اللي أنقذه حتى بعد ما عرف حقيقته. فبيقول أنج لزوكو إن هما لو اتقابلوا في ظروف تانية كان ممكن يكونوا أصحاب، ولكن زوكو بيضرب كرة من النار على أنج علشان يفهموا إن هما عمرهم ما هيكونوا أصحاب أبدا. فبيدافع أنج عن نفسه وبيستخدم قوته. وبعدها بيمشي زوكو بالقارب وبيتحرك في طريقه للسفينة، وعلى السفينة بيكون ايرو قلقان جدا على زوكو لأنه ما يعرفش هو راح فين. وبيجي الضابط جي وبيطلب منه يرجع لغرفته وهو هيستنى لحد ما زوكو يرجع. فبيستغل ايرو الفرصة وبيلوم الضابط جي علشان هو تخلى عن زوكو بسهولة وانضم لصفوف القائد شاو. وبيقول ايرو جي ان زوكو انقذه هو وجنوده من الموت. فبيستغرب جي من كلام ايرو وما بيكونش فاهم هو بيقول ايه. فبيحكي له ايرو عن قصة زوكو مع ابوه الملك اوزاي، وبنرجع بالزمن ل3 سنين لورا، وبيكون زوكو موجود مع ابوه وقائد الجيش وبيحط خطة لغزو مملكة الارض. وبيعرف زوكو ان قائد الجيش عايز يضحي بكتيبة الضابط جي في سبيل نجاح خطة الغزو. فبيعترض زوكو على الخطة وبيكون رافض التضحية بالجنود، ولكن الملك اوزاي بيغضب بشدة من رأي زوكو وبيطلب منه يتحدى في حلبة القتال. فبيرفض زوكو ان هو يقاتل ابوه، لكن ابوه بيجبره على القتال ضده، وبيقدر زوكو ان هو يتغلب على ابوه ولكنه بيتراجع في اخر لحظة. فبيقرر ابوه ان هو يعلمه درس علشان يتخلص من اي تعاطف ناحية خصمه حتى لو كان خصمه ده ابوه. فبيصيبه اصابة جديدة بتسبب له علامة هتفضل في وشه طول عمره. وبعدها الملك اوزاي بيصدر امر بنفي زوكو بره المملكة هو ومجموعة من الجنود، وبيكونوا هما نفس الجنود اللي اعترض على التضحية بيهم. وبيقولوا اوزاي لابنه ان هو مش هيرجع للمملكة من تاني ومش هيكون وارث للعرش غير لما يقبض على الافاتار ويجيبوله حي. وبنرجع للوقت الحالي وبيوصل زوكو للسفينة وبيعنفه ايرو لان هو اختفى من غير ما يقول هو راح فين. وبعدها بيتفاجئ زوكو ان الضابط جي وكل الجنود بينحنوا قدامه وبيقدموا له فروض الولاء وده تقديرا منهم على تضحيته علشانهم وانقذهم من الموت.
وفي الوقت ده أنج بيتنقل لعالم الأرواح وبيروح لهوكو وبيحط قدامه التمثال المقدس، فبيستحوذ هوكو على التمثال وبيحرر ساكا وكيتارا وكل أهل القرية، وبيفرح أنج برجوع أصحابه زي ما بيفرح أهل القرية برجوع أولادهم ليهم من تاني. وفي الوقت ده الظابط جي بيروح لزوكو وأيرو وبيعرفهم إن قوات الحرس الملكي هتيجي وإن هم جايين علشان يقبضوا على زوكو علشان يسلموه للملك وزاي ويحاكموا بتهمة الخيانة. وبيحكي جي إن هو كان قاعد مع الملازم ليه المساعد الخاص للقائد شاو، وسمع بالصدفة واحد من الجنود وهو بيبلغ الرسالة للملازم ليه، فبينصدم زوكو من الخبر وبيقرر عمه أيرو إن هو يهربه من السفينة بسرعة. وبيكون زوكو مش مصدق إن أبوه ممكن يعمل كده، ولكن أيرو بيقول له إن شاو أكيد بلغ الملك بمعلومات غلط وعلشان كده هو أصدر الحكم ده. وبعدها بيركب زوكو القارب اللي هو هيهرب بيه، ولكنه بيتفاجئ إن هو مليان بالمادة المتفجرة، فبيفهم إن هو بيتعرض لفخ، وفجأة بتنزل كتلة من النار على المادة دي وبينفجر القارب، وبينصدم جي وأيرو لما بيشوفوا القارب بينفجر قدامهم. وعلى السفينة بيكون شاو مع الملازم ليه، وبنعرف إن شاو هو اللي حط المتفجرات في القارب، وإن هو كان قاصد إن الضابط جي يسمع الرسالة علشان يروح يبلغ زوكو، ومن الطبيعي ساعتها إن زوكو هيركب القارب اللي فيه المتفجرات علشان يهرب، وبكده يكون شاو اتخلص من زوكو للأبد. وتاني يوم شاو بيروح لأيرو علشان يعزف موت زوكو، وبيمثل إن هو زعلان وبيحلف إن هو هينتقم من الخاين اللي عمل كده، لكن أيرو بيكون حزين جدا وما بيردش عليه، فبيقول له شاو إن الملك وزاي منحه شرف عظيم وكلفه بقيادة الأسطول وغزو قبيلة المياه الشمالية، فبيستغرب أيرو من كلامه وبيقول له إن هو لسه ما عندوش الخبرة الكافية علشان يقود هجوم زي ده، ولكن شاو بيقول له إن هو عنده حاجة هتعوضه عن قلة خبرته في الحروب، وبيوري له صندوق خشب صغير وبيقول له إن الصندوق ده جواه قوة ما حدش هيقدر يقف قصادها. وبيجي الليل وبيتفاجئ أيرو بزوكو وبيكون متنكر في هيئة واحد من الجنود، وده بعد ما قدر إن هو ينط في المية قبل ما القارب ينفجر. وبيقول زوكو إن هو عارف إن اللي دبر عملية موته هو شاو وعاوز ينتقم من شاو بأي شكل، فبيطلب منه أيرو إن هو يهدى ويأجل انتقامه من زوكو للوقت المناسب، وبيقول له إن شاو هيهجم على قبيلة المياه الشمالية. وبيكون أيرو مستغرب من ثقة شاو في نفسه للدرجة دي، وبيخمن إن في شخص أذكى منه بيساعده في تنفيذ اللي هو بيعمله. وبنروح لمملكة النار وبنلاقي أزولا بترفض إن هي تكمل تدريب على القتال، وبتقول لأبوها إن هي اجتازت كل الاختبارات بالكامل، وبتعرفه إن هي أفضل مقاتلة في مملكة النار، ولكن بيظهر إن أبوها مش مقتنع بكلامها وبيكون عايزها تكمل تدريب، فبتستحضر أزولا قوتها وبينبهر كل اللي موجودين لما بيلاقوها قدرت تتحكم في قوة البرق، وبتطلب من أبوها إن هي تشارك في الحرب علشان تثبت له قدراتها على القتال. فبيبتسم الملك أوزاي وبيظهر إن هو مبسوط ببنته. وفي الوقت ده بيوصل أنج وساكا وكيتارا لقبيلة المياه الشمالية، وبيكون في استقبالهم زعيم القبيلة اللي اسمه أرنولد، وبيعرفهم على المعلم باكو قائد الجيش، وفي نفس الوقت كبير معلمين تسخير المياه في القبيلة. فبتنبسط كيتارا لأن هي أخيرا هتلاقي شخص تتدرب على إيده وتتعلم مهارات أكتر عن تسخير قوة الماء. وبيعرفهم أرنوك على بنته يواي القائدة الروحانية للقبيلة، وبيكون ساكا مركز جدا مع يواي وبيكون حاسس إن هو شافها قبل كده. وفي اللحظة دي أنج بيقول لأرنوك إن هو شاف رؤيا للقبيلة وهي بتتعرض للهجوم، فبيقول له أرنوك إن هم عارفين كده لأن فرق الاستطلاع بلغتهم إن في أسطول من سفن مملكة النار بيتحركوا في اتجاه القبيلة. وبيقول باكو إن هم مستعدين للحرب وإن هم مطمنين علشان الأفاتار موجود معاهم ويحميهم. وبعدها أرنوك وباكو بياخدوا أنج وبيفرجوه على الجدار الجليدي اللي بيحمي القبيلة، وبيسأل باكو أنج عن خطته القتالية اللي هم هينفذوها أثناء الحرب، فبيقول له أنج إن هو ما بيعرفش يحط خطة للحرب، وده لأن هو لسه ما اكتسبش مهارات الأفاتار بالكامل. وبيعرف إن هو جاي للقبيلة علشان يتعلم إزاي يتحكم في قوة الماء. فبيستغرب باكو وأرنوك من كلام أنج، وبيعرفوا إن هم سمعوا عنه عن انتصاراته اللي حققها في الأيام اللي فاتت. فبيقول لهم أنج إن هو عمل كده بمساعدة أصدقائه ساكا وكيتارا، فبيحبط باكو وأرنوك من كلامه وبيسيبوه وبيمشوا. وبعدها أنج بيروح ليواي علشان توريه مكان ضريح كوريك أفاتار الماء المدفون في القبيلة، وهناك أنج بيستحضر روح الأفاتار وبيقابل كوريك، وبيقول أنج الكوريك إن هو مش هيقدر يساعد القبيلة في حربها ضد مملكة النار، وبيطلب أنج من كوريك
إن هو يدخل جوا جسمه زي ما عملت الأفاتار كيوشي، وده علشان أنج يكتسب القوة اللي يقدر يقف بيها ضد جنود مملكة النار. لكن كوريك بيقوله إن هو مش هيقدر يعمل كده، وده لأن كوريك دخل في حروب قوية جدا مع الأرواح المظلمة اللي كانت بتحاول تعبر للعالم الحقيقي، وبسبب الحروب دي جسم كوريك اتصاب بإصابات خطيرة وما بقاش قوي زي الأول. ده غير إن روح كوريك بقت ضعيفة جدا، وده لما خسر حبيبته في الحرب. ولكن كوريك بينصح أنج بإن هو لازم يبعد أصدقائه عنه لأن هو ممكن يعرضهم للخطر، وبيقوله إن مهمة الأفاتار هي مهمة فردية مش مهمة جماعية، ولو ما عملش كده أصحابه هم اللي هيدفعوا الثمن في الآخر. وفي الوقت ده بيجي ساكا وبيشوف يوي وهي واقفة جنب أنج، وبيكون ساكا مرتبك وبيسأل يوي هو شافها فين قبل كده، فبتقول يوي إن هو ما شافهاش ولكن هي اللي شافته لما كان في عالم الأرواح. وبيعرف ساكا إن يوي بتقدر تسافر بين عالم البشر وعالم الأرواح بسهولة، وده لأن يوي لما اتولدت اتصاب بمرض شديد جدا وماتت، وساعتها أبوها فضل يترجى الأرواح علشان يرجعوها من الموت، واستجابت روح القمر لطلب أبو يوي ورجعت بنته للحياة تاني. وبعدها اكتشفت يوي إن روحها بتنتمي لعالم الأرواح وجسمها بينتمي لعالم البشر. وفي الوقت ده بيخرج أنج من حالة الأفاتار وبتقابل كيتارا، وبيظهر إن هي متضايقة جدا، وده لأن هي كانت فاكرة إن هي لما هتيجي قبيلة المياه الشمالية هيكون عندها فرصة تتعلم مهارات التحكم في المية، ولكنها عرفت من المعلم ده إن القبيلة مش بتسمح للبنات بالقتال نهائي، وإن مهمة البنات والستات في القبيلة هي علاج الجرحى والمصابين. وبتنصدم كيتارا لما بيقول لها أنج إن باكو عنده حق في كلامه، وبيعرفها أنج إن هو مش عايزها تشارك في الحرب لأن هو مش عاوز يخاطر بحياتها. فبتتعصب كيتارا وبتقرر إن هي تتحدى باكو في معركة قتالية علشان تثبت له إن هي جديرة بالمشاركة في الحرب، ولكن باكو بيرفض إن هو يقاتلها وبيعرفها إن هي لسه مش مؤهلة للقتال. فتستفز كيتارا وبتضربه قدام كل أهل القبيلة، فبيتضايق باكو وبيهجم على كيتارا وبتبدأ بينهم معركة قتالية باستخدام قوة المية. وبيظهر إن كيتارا عندها مهارات عالية وبتقدر تصد كل هجمات باكو عليها، ده غير إن هي بتتحكم في المية وبتحولها لجليد وبتسدد ضربات قوية لباكو. ولكن باكو بيكون بيمتلك خبرة كبيرة وبيقدر إن هو ينتصر عليها في النهاية. وبعد ما بينتهي التحدي باكو بيقول لها إن هو معجب بيها جدا، وده لأن هي عندها قدرات قتالية رائعة محدش بيمتلكها في القبيلة، ولكنه بيكون لسه رافض برضه فكرة إن هي تشارك في الحرب. وبيتفاجئ باكو إن كيتارا كسبت احترام وتقدير كل أهل القرية واللي بيكونوا معجبين جدا بيها وبجرايتها. وبعدها ساكا وكيتارا بيتكلموا مع أنج وبيعرفوا إن هم قطعوا المسافة دي كلها علشان يكونوا جنبه ويساعدوه في مهمته، ولكن أنج بيقول لهم إن هو مش هيقدر يحميهم. ده غير إن كل الأفاتارات اللي هو قابلهم قالوا له إن هو لازم ينقذ العالم لوحده زي ما هم عملوا قبل كده. فبتقول له كيتارا إن الكلام ده يعتبر تاريخ وإن هو اللي هيكتب أسطورة الأفاتار الجديدة وحكايته بنفسه. وبتعرف إن هم الثلاثة عيلة واحدة ولازم يحاربوا سوا ضد مملكة النار. وأثناء ما هم بيتكلموا بيعرفوا إن سفن مملكة النار وصلت لحدود القبيلة، فبيركب أنج وساكا وكيتارا على ظهر أبا وبيطير بيهم أبا في الجو وبيهجموا على سفينة من سفن مملكة النار. وبينزل أنج وكيتارا على السفينة وبيقدروا إن هم يسيطروا على كل الجنود اللي على السفينة وبيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبيروح ساكا على كابينة القيادة وبيدمرها علشان يعطل السفينة نهائي، ولكن وهم راجعين بينصدموا لما بيشوفوا أسطول كبير جدا من سفن مملكة النار. وفي الوقت ده بيكون زوكو مع عمو ايرو وبيقول إن هو عنده خطة هيقدر يتسلل بيها للقبيلة ويقبض على الأفاتار. فبيودع ايرو وبيطلب منه يخلي باله من نفسه. وفي الوقت ده بيرجع أنج وأصحابه للقبيلة وبيقولوا لأرنوك إن سفن مملكة النار قدامها ساعة وتوصل للقبيلة، فبيبدأ أرنوك أوامره لكل محاربين القبيلة علشان يجهزوا أسلحتهم ويستعدوا للحرب. وبعدها بتروح كيتارا لباكو وبتطلب منه يسمح لها بالانضمام للقوات، ولكن باكو بيكون لسه عنده موقفه وبيرفض طلب كيتارا، ولكنه بيتفاجئ ان ستات القبيله متجمعين كلهم وعاوزين يشاركوا. وبتيجي مرات باكو وبتطلب منه يتنازل عن كبريائه ويوافق على مشاركتهم كلهم في الحرب، وبتقول له ان الستات ممكن يكون ليهم دور كبير في الدفاع عن القبيله. فبيقتنع باكو بكلامها وبيدي امره لكيتارا ان هي تكون قائده سيدات القبيله، وبيطلب منها ان هي تروح بيهم خلف الجدار الجليدي علشان يصدوا هجمات العدو من هناك. ده غير ان هو بيأمر مجموعه من المتدربين
مدربين إن هم يكونوا تحت تصرف كيتارا وينفذوا كل اللي هي هتطلبه منهم. وبتكون يوي هي كمان عايزة تشارك في المعركة، ولكن أرنوك بيرفض وبيقول لها إن هي اللي هتكون زعيمة القبيلة من بعده لو هو مات في المعركة. وعلشان كده أرنوك بيطلب من ساكا إن هو ياخد يوي ويخبيها في مكان آمن ويحميها من أي خطر. فبيوعده ساكا إن هو هيدافع عن يوي بحياته لو لازم الأمر. وبعدها على طول بتبدأ سفن مملكة النار في إطلاق القذائف على القبيلة، وبيقابلها أفراد القبيلة بقذائف من المية لصد الهجوم. وبتستمر المعركة لحد ما بيجي الليل، وبيركب شاو وأيرو المنطاد وبيطيروا بيه في السماء. وبيكون أيرو مستغرب من إصرار شاو على استخدام المنطاد، فبيعرفوا شاو بخطته الشيطانية اللي هو عاوز ينفذها. وبيقول شاو إن هو اختار اليوم ده بالتحديد للهجوم على القبيلة، لأن اليوم ده هتحصل فيه ظاهرة كونية ما حصلتش من مئات السنين. والظاهرة دي هي إن روح المحيط وروح القمر اللي بيمدوا القبيلة بالقوة هيتجسدوا في هيئة كائنات حية، وإن هو لو قدر يوصل للكائنات دي هيكون مصير قبيلة المياه الشمالية وكل سكانها بين إيديه. وبيمسك شاو الصندوق وبيطلع منه سكين مقدس، وبيقول شاو إن هو هيقتل روح القمر علشان يفقد قبيلة المياه قوتها. فبيحذروا أيرو من اللعب في عالم الأرواح لأنه ممكن يسبب عدم توازن في العالم كله، ولكن شاو بيتجاهل كلامه وبيصمم على اللي في دماغه برضه. وفي اللحظة دي الأفاتار كوريك بيظهر لآنج وبيقول له إن شاو بيشكل تهديد على عالم الأرواح، وبيطلب منه يتحرك بسرعة ويمنع التهديد ده بأي ثمن. وفي نفس الوقت ده يوي بتاخد ساكا وبتروح بيه على البستان اللي في البحيرة المقدسة علشان يستخبوا هناك. وبتقول يوي لساكا إن البحيرة دي هي مصدر الطاقة الروحية في العالم كله، وإن البحيرة دي هي اللي رجعتها للحياة من تاني. وأثناء ما هما بيتكلموا بيشوفوا المنطاد وهو بيهبط في البستان وبينزل منه شاو وجنوده، فبيستخبوا بسرعة ورا الأشجار علشان شاو ما يشوفهمش ويقتلهم. وبيفضل شاو واللي معاه يدوروا على روح القمر وروح المحيط في المكان كله. وبيقول شاو إن هو مش عارف الكائن الحي اللي هتتمثل فيه روح القمر وروح المحيط، وعلشان كده بيطلب من أيرو إن هو يساعده بصفته خبير روحي. فبيعرفوا أيرو إن الموضوع ده مرهق جدا وكأنهم بيدوروا على إبرة في كوم قش. فبيهددوا شاو إن هو لو ما ساعدهوش هيحرق البستان بالكامل وهيحول الكومة من الرماد. وفي الوقت ده بيظهر زوكو وهو بيتسلل من تحت الجدار الجليدي، وبيفضل يدور على أنج في كل مكان لحد ما بيلاقيه هو وكيتارا هم في طريقهم للبحيرة المقدسة. فبتطلب كيتارا من أنج إن هو يروح يكمل مهمته وينقذ عالم الأرواح، وهي هتواجه زوكو بنفسها وهتعلمه درس مش هينساه طول عمره. فبيسيبها أنج وبيكمل في طريقه، وبتشتبك كيتارا مع زوكو في معركة قوية جدا. وبيتفاجئ زوكو لما بيشوف مهارات كيتارا في استخدام قوة المية لدرجة إن هو ما بيكونش قادر يوجه لها أي ضربة من ضربات. وفي اللحظة دي بيوصل أنج للبستان، ولكن ساكا بيشده علشان يستخبى جنبهم ويراقبوا شاو. فبيشوف شاو سمكتين في البحيرة المقدسة بيتحركوا بطريقة معينة، فبيفهم إن روح القمر وروح المحيط متجسدة في السمكتين دول. فبيمسك شاو كيس في إيده وبيقرب من البحيرة علشان يصطاد السمكة اللي بتجسد روح القمر، ولكن أيرو بيحذره لآخر مرة من اللي هو بيعمله. فبيقوله شاو إن هو مستعد يدمر العالم كله في سبيل إن هو يحقق الشهرة والمجد لنفسه. وبيقدر شاو إن هو يصطاد سمكة روح القمر وبيحطها جوه الكيس، وساعتها بيتحول القمر للون الأحمر، وده بيأثر على الحرب وبيخلي أفراد قبيلة المياه يفقدوا جزء كبير من قوتهم. حتى كيتارا بتتأثر هي كمان وما بتكونش قادرة تواجه زوكو. وفي اللحظة دي بيقف أنج قدام شاو وبيطلب منه يرجع السمكة للبحيرة تاني، وده في مقابل إن هو هيسمح له إن هو يقبض عليه ويسلمه الملك مملكة النار. فبيتريق على شاو وبيقول عليه إن هو نكرة وإن وجوده زي عدمه. وبيمسك شاو السكينة المقدسة وبيكون على وشك إن هو يقتل سمكة روح القمر. فبيهجم عليه أيرو بكرة من النار وبيوقعه على الأرض، وبيستخدم أنج قوته علشان يرجع السمكة للبحيرة تاني. ولكن شاو بيقوم بسرعة وبيتحرك وبيقتل سمكة روح القمر. وأول ما ده بيحصل القمر بيموت وبتقع يوي على الأرض ولون بشرتها بيتغير وبتكون على وشك الموت. وبعدها كل أفراد القبيلة بيفقدوا قوتهم بالكامل، وبتقدر قوات مملكة النار إن هي تدمر الجدار الجليدي وتقتحم القبيلة. فبيحاول أفراد القبيلة إن هم يصدوا الهجوم، ولكنهم ما بيقدروش يقفوا قدام جنود مملكة النار. وعند البحيرة أيرو بيفقد أعصابه وبيوصل لقمة غضبه بسبب اللي عمله شاو، وبيهجم على شاو وكل اللي معاه وبيضرب عليهم قذائف كتير من اللهب بتخليهم يهربوا كلهم من المكان. ووسط كل اللي بيحصل ده بيكون أندي لسه حاسس بالإهانة من كلام شاو، ولكنه بيفتكر كلام كل الأفاتارات اللي هو قابلهم لما قالوا له إنه هيجي عليه وقت يضحي بروحه علشان ينقذ العالم. فبيستحضر أنج روح الأفاتار وبينط في البحيرة وبيسلم نفسه روح المحيط. وبعدها بيخرج أنج من البحيرة في هيئة وحش عملاق وبيكون في حالة من الغضب الشديد، وبيهجم أنج على سفن مملكة النار وبيضرب
بيدمرها واحدة ورا التانية. وبسبب الدمار الشديد اللي بيحصل في كل مكان بيترعب جنود مملكة النار وبيهربوا من قدام أنج بسرعة. وأثناء الهروب ايرو بيقابل زوكو وبيعرفوا باللي حصل، وبالصدفة زوكو بيلاقي شاو قدامه وهو بيحاول يهرب. فبيقرر زوكو ان هو ينتقم من شاو على كل اللي عمله معاه. فبيحاول ايرو ان هو يمنعه، ولكن زوكو ما بيسمعش كلامه. وبيكون شاو مش مصدق ان زوكو نجا من الموت، فبيحاول ان هو يهرب منه، لكن زوكو بيهجم عليه وبيسدد له ضربات قوية وبيوقعه على الارض. وبعدها بيمسكه بيقوله ان هو السبب في كل اللي بيحصل، وانه لولا تدخله كان زمانه قبض على الافاتار وسلمه لابوه ورجع للمملكة. فبيقول له شاو ان ابوه خدعه لما فهمه ان هو ممكن يرجع للمملكة تاني. وبيقول له ان ابوه بيجهز اخته ازولا علشان تكون هي ورثة العرش. والدليل على كده ان ازولا هي اللي كانت بتخطط لشاو كل حاجة هو بيعملها. فبينصدم زوكو من كلام شاو وبيسيبه وبيمشي وهو حزين بعد ما عرف ان ابوه خدعه. فبيستغل شاو الفرصة وبيهجم على زوكو علشان يقتله، ولكن ايرو بيتحرك بسرعة وبيضرب شاو بقذيفة من اللهب وبيقع من فوق السور. وفي الوقت ده بتحاول سوفن مملكة النار الباقية ان هي تضرب انج بقذائف من اللهب، ولكن انج بيهيج المحيط بالكامل وبيعمل امواج عالية جدا وبيدمر السفن بالكامل. وفي اللحظة دي يواي بتقول لساكا ان كل اللي بيعمله انج مش هيرجع التوازن للكون، وبتجري بسرعة على البحيرة وبتقول ان هي جواها جزء من روح القمر وجه الوقت علشان ترجع الجزء ده لمكانه. وبتمسك يواي سمكة روح القمر وبتنزل بها في البحيرة، وبعدها بتختفي يواي في البحيرة وبيرجع القمر تاني للحياة وكل حاجة بترجع لطبيعتها. وفي اللحظة دي كيتارا بتنده على انج وبتقول انه مهمته انتهت، وبتطلب منه يرجع لطبيعته لان العالم لسه محتاجه وهي كمان محتاجه له جنبها. واول ما بيسمع انج الكلمة دي بيخرج من روح المخيط وبيرجع لطبيعته. وتاني يوم بيكون انج مصدوم من الدمار اللي حصل للقبيلة، وبيكون انج حاسس بالذنب لان هو السبب في كل ده. وفي نفس الوقت بيكون ارنوك حزين على موت بنته يواي، فبيروح له ساكا وبيعتذر له لان هو ما قدرش يمنع يواي من ان هي تضحي بنفسها وتنقذ الكون. فبيطلب منه ارنوك ان هو ما يلومش نفسه، وده لان هو عارف بنته كويس وعارف ان هي ما كانتش هتسمح لاي حد من ان هو يمنعها. وفي مكان تاني باكو بيقابل كيتارا وبيشكرها على مجهودها اللي بذلته في الحرب، وبيعترف بقوتها وقدرتها اللي ملهاش مثيل، وبيطلب منها تساعدهم في تدريب افراد القبيله وتعلمهم مجموعه من المهارات القتاليه. فبتشكر كيتارا وبتقول له ان هي لازم تكون مع انج في رحلته لانقاذ العالم ده، غير ان انج لسه محتاج يتعلم ازاي يتحكم في قوه الماء. فبيقول لها باكو ان هي هتكون افضل معلم لانج، وبيديها سلسله بيكون فيها مياه البحيره المقدسه، وبيقول لها ان هي مرحب بيها في اي وقت علشان تزورهم. وبعدها ساكا وكيتارا بيروحوا لانج وبيحاولوا يخرجوه من حاله الحزن اللي هو فيها. وبتطلب كيتارا من انج ان هو ينسى الماضي ويفكر في المستقبل، خصوصا وان ملك مملكة النار مش هيستسلم بسهوله وهم مش عارفين هو ناوي على ايه. وبتقول كيتارا لانج ان هي هتعلمه ازاي يتحكم في قوه الماء، وبعدها لازم يتعلم ازاي يتحكم في عنصر الارض، وده معناه ان هم هيرجعوا لمملكة الارض تاني. وفي الوقت ده في مملكة النار بيدخل الكائن على الملك اوزاي وبيقول له ان القوات بتاعتهم اتهزمت في معركتهم ضد قبيلة المياه الشمالية. فبيبتسم اوزاي وبيقول له ان ده كان متوقع. فبيستغرب الكائن من كلام اوزاي وما بيكونش قادر يستوعبه. فبيقول له اوزاي ان قبيلة المياه الشمالية مش هي الهدف الحقيقي، وان هو اعلن عليها الحرب علشان يشغل العالم عن هدفه الحقيقي واللي هو غزو مملكة الارض. وفي الوقت ده بتكون ازولا سيطرت بقواتها على مملكة الارض وكمان اسرت الملك بومي. وبعدها بيترفع علم مملكة النار على اسوار مدينة اوماش وعاصمة مملكة الارض، وبتقف ازولا وبتحتفل بانتصارها قدام جنودها اللي بيهتفوا باسمها. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل.